لو جيت سألتك وقُلت لك أحمد السقا شخصية بتعرف تمثّل والّا لأ، ناس كتير أوي هتتّفق وناس كتير أوي هتختلف. أنا هاقول لك وجهة نظري وأنت قُل لي في الكومنتات تتّفق أو تختلف. خلّينا في بدايات أحمد السقا سريعًا: همام في أمستردام، صعيدي في الجامعة الأمريكية، تيتو، أفريكانو، وشورت وفانيلا وكاب. لو هتيجي تبُص للcast اللي كان بيشتغل مع أحمد السقا، فأنت هتلاقي أحمد عيد، هتلاقي طارق لطفي، هتلاقي محمود البزاوي، هتلاقي محمد هنيدي، هتلاقي ممثلين تقال جدًا، هتلاقي شريف منير. كل دول بيرفعوا من قيمة الفنان اللي معاهم، وحسن حسني كمان كان في فيلم أفريكانو. فكل دول ممثلين تقال جدًا بيرفعوا من قيمة الفنان اللي معاهم. أحمد السقا كان من الذكاء في بداياته إن هو يبتدي البدايات دي. طب لو جينا نبُص بقى من ناحية تانية خالص، وإنه بيشيل فيلم لوحده أو مسلسل لوحده، هتشوف أحمد السقا حرفيًا كمؤدي. وأنا زعلان إن أنا باقول كده، لإن أحمد السقا كان نجم من نجوم الطفولة، وأنا باحب فيلم تيتو جدًا، جدًا يعني. باحس إن هو لأ، هو مؤدي أكشن. زي مثلًا كمثال لو هناخد برّه، جيسون ستاثام من الناس اللي ما بتعرفش تمثّل غير الأكشن. حُطّه في دراما مش هتحس إن هو ممثل، حُطّه في رعب مش هتحس إن هو ممثل، حُطّه في إطار كوميدي هتحس إن هو لأ، مش ممثل. حتى المسرحيات اللي عملها أحمد السقا زمان كنت تحس إن هو محمد هنيدي وعلاء ولي الدين ومش عارف شريف منير وياسمين عبد العزيز ومنى زكي. الناس دي كانت بتشيله في معظم الإفيهات. حتى هاني رمزي لمّا طلع معاه في مسرحية برضه كان بيشيل منه كتير جدًا، جدًا، جدًا. ودي كانت حلقة من حلقات ممثلين ما بيعرفوش يمثلوا. أحمد السقا مؤدي مش ممثل، والعتاولة يشهد على ذلك، إذا كان قدّام باسم سمرة والّا طارق لطفي. ودي حاجة ما تعيبش من أحمد السقا. يعني أنا ضربت لك مثل بجيسون ستاثام، ممثل عالمي هوليودي جامد جدًا، بيشيل أفلام بطولات عالمية، عالمية. بس من وجهة نظري وناس كتير هتتفق معايا إن هو ما عندهوش غير I won't kill him بس. وده كان فيديو معانا صغير. السلام عليكم.